السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي المشلتت بطريقة سهلة قوي وبسيطة جدا، والمقادير بتاعته بسيطة جدا، وهنشوف طريقة الفرد بتاعته قد ايه بسيطة برضو وسهلة، والتسوية بتاعته مفيش اي حاجة صعبة. هنعمله مع بعض وهنسويه مع بعض وهنشوف المقادير بتاعته ايه والفرد بتاعه ازاي. تابعوني لحد الفيديو ما يخلص وشوفوا انا عملته ازاي، ولو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك لو لسه ما اشتركتوش في القناة، ولو في تعليق او اي حاجة انا عملتها غلط او اي حاجة عايزين تعلقوا عليها اكتبولي في الكومنت. نتعلم من بعض وناخد من بعض افكار. يلا بينا نشوف. شايفين الطبقات حلوة قوي ازاي وجميلة. هو كمان سخن اصلا، انا مش عارفه امسكه عشان اوريهولكوا كويس. ده هو كل ما يبرد وكل ما نسيبه كل ما يبقى الطبقات بتاعته واضحه اكتر، وطري جدا وجميل معانا بجد. كان طعمه حكايه. انا لما شفته جعت وعايزه اعمل منه تاني والله، بجد كان طعمه حلو قوي. نعمله بقى وناكله مع شويه عسل اسود كده قمر كده حلوين قوي، او جبنه قديمه وعسل ابيض وقشطه، اي حاجه كلوا بيها زي ما تحبوا. لو عايزين تاكلوه لوحده بس اصلا من غير اي حاجه خالص، طعمه بجد حلو قوي وهيعجبكم جدا، ومش هتبطلوا تعملوه، هتعملوه على طول في البيت. ما تنسوش اللايك بقى، ويلا بينا نخش على المقادير. هنجيب طبق ونحط فيه كيلو ونص دقيق. انا بحب انخل الدقيق قبل ما استخدمه في اي حاجه، واحط عليه معلقتين سكر بودر وذره ملح، وهنقلبهم كده مع بعض كويس قوي. واللي هو هضيف بعد كده الميه. انا حطيت 3 كوبايات ميه، بس طبعا كل دقيق بيختلف عن دقيق التاني، انا مش هقدر اثبت لكم مقدار الميه. في دقيق بياخد ميه كتير، في دقيق ما بياخدش ميه كتير، على حسب. ده دقيق عامه مخصص للفطائر والمخبوزات يعني. فمش عارفه، مش انا واخد معايا 3 كوبايات. هنفضل نعجن فيها كويس جدا. لو في عجان ماشي، ما فيش نعجن بقى بايدينا ونطلع الكبت والطاقه السلبيه بقى كده ايه مع العجين، وناخد وندي معاه. عجنتها وبقت كويسه جدا معايا، وبقت عجينه حلوه جدا، مش بتلزق ومش ناشفه، عجينه حلوه متوسطه. صينيه حاطين فيها 3 4 معالق زيت. هنكور العجينه فيها. هنحاول نعملها كور متساويه، مش هقدر اقول لكم بالميزان عشان ما صعبهاش عليكم برضو، بس بالاحساس كده. نكورهم كور متساويه زي ما انتم شايفين، ونقلبها من الناحيه التانية بحيث ان الناحيتين يكونوا ادهنوا بالزيت عشان الوش ما ينشفش. وهنجيب نحط على الرخامة شوية سمنة كده على زيت عشان يساعد معانا في فرد العجين. انا مسيحة في الحلة دي، مسيحة سمنة بلدي على زيت، عشان ما بحبش اعملها بالسمنة، بس بحسها بتبقى جامدة كده يعني بحس ان الزيت بيديها توريقة كده حلوة، فبحب احط سمنة على زيت، يكون زيت ريحته حلوة ونضيف. وسمنة طبعا يستحسن انها تكون بلدي، مفيش بلدي خلاص اشتغلي بالسمنة اللي انت شغالة بيها. هنفرد واحدة واحدة، كل واحدة نفردها نطبقها بنفس الشكل اللي انا طبقته قدامكم ده، ونشيلها على جنب. نفرد التانية، نروح حاطين اللي احنا طبقناها جوه اللي لسه بتطبق تمام. وندهن طبعا كويس جدا بين كل طبقة وطبقة بالسمنة كويس جدا، هي دي اللي هتخلي العجين معانا يورق. مش لازم ندهنها بكمية سمنة كبيرة، بس اهم حاجة ندهنها بالسمنة على الزيت اللي انا حطاها دي. عايزين تعملوها بالزيت بس ماشي مفيش مشكلة، بس يكون برضو زيت ريحته حلوة. عايزين تعملوها بالسمنة بس ماشي مفيش برضو اي مشكلة. زي ما تحبوا. انا زي ما قلت لكم بحب احطها بالسمنه والزيت. الزيت بيدي توريقه حلوه للفطير. ما تخدوش بالكم القطع اللي بيحصل ده، مفيش اي مشاكل، كل ده بيتلم اصلا ومبينش اي حاجه، ان هي كده كده بتتلم كلها وبترجع تتفرد تاني. دي اول واحده كده خلاص عملناها. انا مش عاملاه فطير كبير قوي، انا عامله الفطير مكون من 5 طبقات بس. فطيرة بسيطة مش حجمها كبير وبسيطة كده. عايزين تكتروا في الطبقات كتروا، عايز تعملي 7 طبقات 8 طبقات 10 15 طبقة، اعملي زي ما تحبي. كل ما هتكتري في الطبقات كل ما هتعلى معاكي، وهتديكي حجم فطيرة حلو جدا وجميل. وعلى حسب الصينية طبعا يعني، فما تكتريش قوي عشان لما تيجي تفرديها متبقاش عالية قوي كده، يعني يبقى برضو الارتفاع بتاعها معقول، يبقى شكلها حلو برضو زي بتاعة الفلاحين كده. هنطبق كده زي ما انتم شايفين. انا الطريقه دي بقى الصراحه اللي بحبها اكتر، ان انا افرد العجين كده عادي جدا دايره، واحطه جوه اللي انا فردته قبلها وطبقته. ما بحبش اقعد اقطع بالسكينه. تقطيع السكينه دي بعملها لما بكون بحشي الفطيره بالجبن او بالسجق، او بعمله فطير شرقي يعني. لكن لو بعمله فطير فلاحي بعمله بالطريقه اللي انا بوريها لكم دلوقتي حالا دي. هي دي الطريقه اللي انا بحبها الصراحه، وسهله جدا بالنسبه لي وما باخدش فيها اي حاجه خالص. الفطير ما بيقعدش في الفرن اكتر من 10 دقايق، يعني احنا بالظبط هنقعده في الفرن هما 10 دقايق. اول ما ياخد لون ذهبي فاتح خالص من تحت
هنرفعه للرف اللي فوق خالص اللي قريب من الشوايه عشان ياخد لون ذهبي جميل من على الوش، زي اللون اللي انا وريته لكم في بدايه الفيديو. كده خلاص خلصت الفطير كله. فهنجيب صينيه ندهنها بالسمنه من تحت، ونحط جواها الفطيره اللي احنا كنا عاملينها وارتاحت خلاص وبقت زي الفل، ونفردها فيها. طبعا ما نرقهاش قوي، انا مش فردها في الصينيه كلها لان هي مش حجمها كبير، ان الصينيه دي كان حجمها كبير. بس شايفين انا حاطه واحده فوق اهي بتاخد لون من الشوايه، واللي تحت لسه بتستوي من تحت. واخدين بالكم؟ اول ما تستوي من تحت برفعها على طول عشان تاخد لون من الشوايه. انا مش فارده زي ما قلت لكم الفطيره قوي في الصينيه، علشان الفطيره انا مش عاملاها حجمها كبير. لو الصينيه كبيره ما بفردهاش كلها، لكن لو الصينيه صغيره بفردها كلها فيها عشان ما تطلعش معانا رقيقه قوي او ناشفه. يعني لو اتفردت زياده عن اللزوم بتطلع ناشفه، فلازم السمك بتاع الفطيره برضو يبقى حلو، ما يبقاش رقيق قوي. يا اما نكتر بقى في الطبقات لو عاملين في صينيه كبيره. تمام. ما تنسوش تحطوا برضو سمنه في الصواني من تحت عشان تخلي الفطير ياخد لون حلو من تحت كده. واول ما تطلع نحطها في صينيه او في طبق، ونحط بين كل طبقه وطبقه ورق زبده، ورق استرتش، لا مش استرتش، ورق بلاستيك، ونغطيها من على الوش بصينيه علشان برضو ما تنشفش. نسيبها كده مثلا 10 دقايق ولا حاجه لحد ما تبرد، ونبدا ناكلها. وبألف هنا والشفا. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والشير. ألف هنا وشفا.